مساء الخير. طلع لنا ترند جديد اسمه قاع الهامور او شكاوى اهالي قاع الهامور. ده المفروض ان هو جروب على الفيسبوك اتعمل بشكل كوميدي بشخصيات مسلسل سبونج بوب الكرتونية، والمفروض ان اي حد عنده مشكلة يبعتها بطريقة كوميدية او بيبعت ميمز او كوميكس او اعلان او اي كلام في البدنجان. اعتقد الشعار بتاع الجروب ده المفروض يكون عيش لحظات من التفاهة. الجروب ده بيقولوا ان هو نط من 600 الف فولور لمليون و800 الف فولور لحد دلوقتي، ولسه بيزيدوا كمان. الفكرة مصرية، بس لو دخلت على الجروب هتلاقي كل الجنسيات. اي حد عايز يهرب من الواقع بتاعه وعايز يعيش لحظات من التفاهة هتلاقيه في الجروب ده. وفجأة برضه لقينا الاعلام بيتكلم عن ان الجروب ده جروب اخواني وبيستهدف الدولة ورئيس الدولة، وطلعوا يحذروا منه والكلام الفارغ ده. طبعا احنا كلنا عارفين الاخوان دول عاملين زي الوباء، مجرد ما يشوفوا ترند لازم يركبوه او على الاقل يحطوا بصمتهم القذرة فيه. المهم بصينا لقينا كمان جروبات كتير على الفيسبوك غيرت اسمها لقاع الهامور، ده غير جروبات جديدة اتعملت بنفس الاسم يمكن وصل عددهم للمئات دلوقتي وبقت ميغا. على فكرة الجروب الأصلية اتعمل لها بوز امبارح لمدة شهرين، يعني وقفت نشر البوستات. تقريبا الأدمن هو اللي عمل كده بسبب الهوجة اللي حصلت بخصوص الجروب. الحاجة اللي تلفت نظر بقى إنه نزل خبر على القاهرة 24 بيقول الجهات المعنية تفحص ترند الهامور لمعرفة طبيعة انتماء القائمين على الجروب. طبعا الجهات المعنية دي تشكر على سرعة رد الفعل للحفاظ طبعا على الأمن القومي للبلد. سرعة رهيبة فعلا، أعتقد يومين بس أو 3. ترند فعلا يقلق مع إنه مبقالوش 3-4 أيام، خصوصا لو طلع ترند يا إخوان، لأنه ممكن يكون نواة لمخطط لقلب نظام الحكم مثلا. المشكلة بقى إن الجهات المعنية ما انتفضتش الانتفاضة السريعة دي لما طلع ترند ترحيل اللاجئين مطلب شعبي اللي بقاله أكتر من 5 سنين، ولا انتفضت لما طلع ترند إقالة مصطفى مدبولي اللي لسه الكل بينادي بيها، ولا انتفضت لما طلع ترند لا للإنترنت المحدود اللي بعدها زودوا الإنترنت مرتين تقريبا، وغيره 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 من الترندات الكتير اللي كانت بتعبر عن مطالب شعبية حقيقية ومعظمها بتمس الأمن القومي في الصميم. خصوصا موضوع ترحيل اللاجئين ده اللي احتلوا البلد احتلال رسمي خلاص برعاية من يديرون البلد. تعرف افرجكم كده على منظر البياعين السودانيين في كعابيش فارشين في وسط الشارع ازاي والعربيات مش عارفة تمشي. لو دول مصريين كان رئيس الحي نزل تصادر كل البضاعة اللي معاهم. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، اتفرج يابا، اتفرج يابا، اتفرج يا عمي. اتفرج يا باشا على القهوة دي برضك. اتفرج يا باشا على الحلل. احنا قاعدين في الخرطوم. اهو النهارده المصريين ابتدوا يتصرفوا بمعرفتهم مع اللاجئين لما لقوا الحكومه مطرمخه على ترحيلهم، واخرها بترحل اعداد ضئيله جدا منهم كل كام شهر عشان بس يبينوا ان هما مع الناس. مواطن مصري محترم اسمه احمد فاروق كاتب بوست بيقول فيه: في فيصل قمنا بفرض القيود على اللاجئين من خلال رجال المنطقه،
وقمنا بحملة آلية للتفتيش عن الإقامة، وأي حد مخالف بيتسلم للجهات المختصة. أنا بدأت من عندي، ياريت تبدأ من عندك. طبعا كل الدعم لأحمد فاروق والرجالة اللي معاه، وياريت أي حد يلاقي لاجئ مخالف يبلغ عنه على طول، لأن الداخلية طبعا مش هتلاحق على 20 مليون لاجئ مطلوقين في البلد من غير أي هوية ولا معروف جايين منها داهية، وخصوصا إن الداخلية مش واخدة أوامر عليا بحملة موسعة عليهم زي ما حصل في اسكندرية في موضوع إزالة الإشغالات اللي على البحر. المحافظ نزل والإشغالات كلها اتشالت في ظرف يومين 3. لو في إرادة سياسية بإن العالم دول يترحلوا ويخفوا الضغط والأعباء المادية والاجتماعية عننا، كانوا ترحلوا في ظرف شهر ولا 2 بالكتير. إنما تحس إن العند مع رغبات الشعب هو السمة السائدة في الحقبة الذهبية اللي احنا فيها دي من تاريخ مصر. هي دي جمهورية جديدة، جمهورية عمرنا ما شفنا ولا هنشوف زيها طول عمرنا. الخوف بس إن دلوقتي الناس بتسلمهم للداخلية، بس لو زاد الغضب بقى ممكن الموضوع يتطور لاشتباكات وتبقى سنج وسكاكين وعصابات تسعة طويلة بتاعتهم تطلع والجنجاويد يطلعوا وتتحول لمجازر، وده طبعا اللي احنا مش عايزينه. ما هي الناس قرفت وفاض بيها بصراحة، لأن الإدارة بتتعمد تكيد في المصريين، زي ما يكونوا بيقولوا لنا اللي مش عاجبه يغور هو في 60 داهية بره البلد. يعني حكومة فاشلة مش قادرة توفر للمواطن أدنى مستويات المعيشة just to survive بس، مش عشان يعيش عيشة كريمة حتى. وفي نفس الوقت بتستفز المواطن بتوطين ملايين اللاجئين عشان يشاركوه في اللقمة الحاف اللي أصلا بقى مش عارف يحصل عليها. ده حزب العدل عامل دراسة متخصصة عن تكلفة معيشة الأسرة المصرية المكونة من 4 أفراد. بيقول إن أسرة من الطبقة المتوسطة بتتكلف في المتوسط 31.8 ألف جنيه شهريا، حوالي 32,000 يعني. أنا جايب لكم تفاصيل الدراسة كاملة. هما مقسمين الطبقة المتوسطة ل3 ليفلز. الطبقة الوسطى الدنيا بتتكلف 23,100 جنيه شهريا، والطبقة الوسطى المتوسطة اللي احنا هناخدها كمثال بتتكلف 31,000 جنيه و800 شهريا طبعا، والطبقة الوسطى العليا بتتكلف 43,200 جنيه شهريا. تعالوا ناخد ليفل الدرجة الوسطى من الطبقة المتوسطة ونشوف بتصرف ايه. احنا هنبعد عن الفكة اللي هم 10 و20 والكلام الفارغ ده. بيقولك في الغذاء 7,400 جنيه بواقع حوالي 23%، والسكن 6,000 كمتوسط إيجار يعني حوالي 19%، والتعليم 5,000 حوالي 16%. النقل والمواصلات يعني تفولتين عربية على شوية تذاكر مترو على شوية تاكسيات يطلعوا 3,440 يعني حوالي 11%. الملابس والنظافة والعناية الشخصية 2,400 جنيه دول 7.5%. المصروفات الاجتماعية والترفيهية 2,400 جنيه يعني 7.5%. طبعا المصروفات الاجتماعية والترفيهية دي كلها يعني حاجات تافهة، يعني أعياد مثلا، العيال عايزين عيدية، عيد ميلاد، تورتاية، مش عارف ايه الكلام الفارغ ده، الواد طالع رحلة في المدرسة وهكذا يعني. الرعاية الصحية والعلاج 2,200 واقع حوالي 7%. المرافق اللي هي كهرباء ومية وغاز، ودي اعتقد ان الرقم بتاعها مش مظبوط خالص. كهرباء ومية وغاز حاطط لها 1,250 جنيه بس. طب ده كهرباء لوحدها بالليفل المتوسط ما تقلش عن 3,000 و 4,000 دي لوحدها، ده غير الغاز طبعا والمية. هو التقدير بتاع المرافق ده انا مش موافق عليه بصراحة، كاتبينه بيشكل 4%. الخبز المدعم 900 حوالي 3%. الاتصالات والإنترنت برضو أنا معترض عليها 641 جنيه يعني 2%. أنا أعتقد إنها بتعدي 1,000 في كل أسرة. وطلع إن تشغيل الحياة اليومية اللي بتتكون من 5 بنود أساسية اللي هي الغذاء والسكن والنقل والمرافق والاتصالات بتستحوذ على 18,750 جنيه يعني تقريبا 59% من الميزانية. وطلع ان الاجر الحكومي بيغطي فقط 25%
من تكلفة المعيشة. يعني مطلوب من رب الأسرة إن هو يغطي باقي 75% من بند آخر. يشتغل بقى شغل تاني، يستلف، ياخد قروض بنكية أو من شركات الإقراض، وما نعرفش طبعا هيسددهم ازاي بعد كده، أو يشحت أو يسرق. هنقول نص الناس دي هتعرف تتصرف في الباقي. النص التاني بقى يا إما يشحت يا إما يسرق. مش ملاحظين إن كل يوم تلاقي صفحة الداخلية نشر أخبار عن ضبط صانعة محتوى بترقص على التيك توك بملابس خادشة للحياء؟ يا أخي خلي حكومتكم الأول يبقى عندها حياء من الشعب، وبعدين ابقوا اقبضوا على البنات دي. خلوا حكومتكم تكفي الشعب الأول، وبعدين طبقوا القانون الفضفاض ده على البنات. ما هي البنات دي معذورة بصراحة. صحيح في منهم بنات وستات في منتهى قلة الأدب، بس هيعملوا إيه عشان يكفوا احتياجاتهم غير إنهم يعملوا محتوى مبتذل زي ده يجذب الناس ويجيب لهم قرشين يعيشوا بيهم؟ عمر بن الخطاب في عام الرمادة سنة 18 هجرية لما حصلت المجاعة وشحة الموارد أوقف تطبيق حد السرقة اللي هو قطع الإيد. ليه بقى؟ لأن الناس كانت بتسرق عشان تاكل. أو حالنا في الأيام السوداء دي بقى شبه عام الرمادة، ويمكن أكتر كمان، لأن احتياجاتنا زادت عن زمان طبعا، ومبقتش مقتصرة على الأكل والشرب بس. ده أنت عايز تدفع إيجار وتدفع آلاف للكهرباء والمية والغاز والإنترنت والمواصلات إلخ إلخ إلخ. خفوا بقى على الناس اللي ما بقتش طايقاكم ولا طايقة نفسها. الناس قاعدة بتشر عرق في عز الحر عشان مش قادرين لا يشغلوا تكييف ولا مروحة بسبب الأسعار الفلكية للكهرباء، والحكومة قاعدة في العالمين على شط البحر بتبلبط وبتستمتع بفلوسنا. حتى ما فيش نوع من أنواع المشاركة الوجدانية للشعب. مش ده برضو اسمه خدش حياة يا جماعة؟ عمركم شفتوا جبروت زي ده؟